لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الصالحي رئيس مجلس علماء العراق فرع كركوك. قال ذلك تواضعا منه رحمه الله، جزاه الله خيرا، من له سيد رئيس عبد فقير. على هذه تحت هذه الفرصة بارك الله فيكم. بادئ ببدء أبارك لكم عامكم الهجري 1445 هجرية، ومن السنة أن عند دخول العام الهجري الجديد أن نقول اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار أو شك من الراوي أو جواز من الشيطان. فهذا هو نستقبل به السنة الهجرية الجديدة بهذا الدعاء: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار أو وجواز من الشيطان. جوار وجواز يعني العبور من الشيطان وشره. والهجرة النبوية فيها كثير من الدروس والعبر. من هذه طبعا السلف الصالح كانوا يعظمون 13. نحن الآن في شهر محرم وهو آخر الشهور الحرم، رجب ومضر وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه 3 متواليات، ورجب فرد. شهر الله المحرم هو آخر الشهور الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كان السلف يعظمون 13: العشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. لهذا هذه الأيام وبخاصة العشر الأول من هذا الشهر الفضيل أن نغتنمها بالطاعات والعبادات، لأن السلف وهم خير قرون هذه الأمة كانوا يعظمون هذه الأيام، يعظمونها بالطاعات بالعبادات التي تقربهم إلى جنة رب الأرض والسماوات. أما من دروس الهجرة منها التخطيط. لابد للمسلم أن يخطط في حياته. لهذا يقول علماء التربية: من لم تكن له خطط في حياته يعيش على خطط الآخرين. يعني ينظر فلان سوى أسوي مثله. لا، أنت مسلم متميز، لابد أن تكون لك شخصيتك التي تبدع فيها في حياتك. يعني الحياة مثل لوحة وأنت ترسم فيها منهجيتك وشخصيتك وأسلوب حياتك. فمن هنا من لم تكن له خطط أو خطة في حياته يعيش على خطط الآخرين. ولهذا يقول: لا تكونوا إمعة، إن فعل الناس فعلت، وإن ترك الناس تركت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نكون متميزين. ماذا قال: ما أنتم، يعني الأمة المحمدية، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. كم هي متميزة؟ هكذا يكون المسلم. ماذا قال في الصيام؟ قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور مما يميز الأمة المحمدية عن باقي الأمم. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام التخطيط، خطط للهجرة، خطط لأنه كان عنده علم
مسبق أنه يهاجر. في ليلة الإسراء والمعراج عندما مع سيدنا جبريل صعد على البراق، مر على المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، وإذا هي أرض ذات نخيل، فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه أرض طيبة أو طابة وإليها المهاجرة، وإليها المهاجرة. فكان يعلم، عنده علم مسبق أنه يهاجر ويترك بلده مكة إلى المدينة المنورة. فكان يخطط، يعني الطريق من مكة إلى المدينة عن طريق الشمال. سيدنا الحبيب سلك طريق الجنوب. نبينا صلى الله عليه وسلم عنده علم يقين أن الله حافظه، وأن الله ناصره، وأن الله يستطيع أن ينقله من مكة إلى المدينة بطرفة عين، بل أقل من ذلك. لكن لماذا هاجر متخفيا وبات في الغار 3 أيام وسلك طريق الجنوب؟ كل هذا ليعلم الأمة الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، يعني لا يصح التوكل على الله إلا إذا أخذت بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. لهذا هذا الأعرابي قال: يا رسول الله، أعقل ناقتي وأتوكل أو أتركها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل، أخذ بالسبب ثم توكل على الله. فالتخطيط في حياة المسلم مهم، ونأخذ هذا الأهمية من هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درس آخر من دروس الهجرة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك أحب البلاد إلى قلبه وهي مكة، والصحابة الكرام أيضا تركوا بلدهم وأموالهم فعوضهم الله خير الدنيا والآخرة. سيدنا صهيب بن الرومي رضي الله عنه مثال بسيط. سيدنا صهيب جاء إلى مكة وعمل بالتجارة وصارت عنده أموال. لما أراد أن يهاجر قالوا أوقفوه، قالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، والآن تريد أن تخرج بجميع مالك؟ قال: خذوا جميع المال، وإن أردتم المزيد فعندي في المكان الفلاني كذا وكذا، وعندي في المكان الفلاني هدية كذا وكذا، كل أخذوها بس علوني خبروا. فدلهم على ماله. لما وصل إلى المدينة، لما رآه النبي قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت في حقه آية تتلى: وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية نزلت في سيدنا صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الأخير هو الهجرة النبوية لم تكرم على أنها انتقال من دار إلى دار، فما أكثر الذين يسافرون، ولكنها كرمت لأنها انتقال عقدي وإيماني ونفسي وروحي إلى ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبادة في وقت الفتن ما هو ثوابها؟ ثوابها كهجرة إلى رسول الله. في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار قال: العبادة في الهرج. الهرج عن الفتن وكثرة القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، وهذا زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فلذلك يا أخوان الهجرة فيها كثير من الدروس والعبر. وشيخنا سيد الرئيس يعني قال 5 دقائق وأنا تجاوزت ال5، أعتذر عن الإطالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.